تكييف بورتابل بيشتغل بالفريون وتقدر تتحكم فيه عن طريق الريموت كنترول وتتحرك بيه في البيت كله، واحنا ليه مش بنجيبه في مصر؟ يا ابن الذين حاسه صح؟ يا ابن اللذينه، ازيكم؟ انتشرت في الفترة الأخيرة إشاعات بتقول إن في تكييفات بورتابل من غير وحدة خارجية وبتشتغل بالفريون. أبو علاء يسكت؟ لا، قعدت أحفرك وأشوف موضوع التكييفات البورتابل اللي ما بتشتغلش من غير وحدة خارجية دي أو بتشتغل من غير وحدة خارجية دي، مش لاقي، محدش بيبيعها ومحدش يعرف عنها حاجة ومحدش مقتنع إن في تكييفات ممكن تشتغل بوحدة داخلية والتكييف نفسه نقله ما بين أوضة وأوضة والموضوع يبقى سهل من غير بقى كانات وتركيب حاجات بره وأسلاك 6 مللي والأرقام دي كلها. انا جبت يا جماعه تكييف بورتابل بيشتغل بالفريون، مش تكييف صحراوي، بيشتغل بالفريون وبيتنقل وواحد حصان، قدرته واحد حصان، ولازم اوريه لكم. التكييف ده من شركه اسمها سوبر جنرال، ولما تبصوا على الباكجينج الصراحه بتاع التكييف كده هتحسوا ان الشركه دي من تحت السلم، ولكن لما دخلت عملت سيرش على الويب سايت بتاعها لقيتها انها بتوزع لجميع انحاء العالم، عندها مقر كبير في دبي وكذا موزع في دبي وبتاع، ويعني هم شكلهم ما بيهتموش بالباكجينج. بصوا يا جماعه، ده تكييف عباره عن 12000 بي تي يو، وانا لما دورت لقيت ان ال 12000 بي تي يو دي عباره عن واحد حصان. ده 3 في 1 تكييف وبيشيل الرطوبه من الجو، وممكن تشغله مروحه، يعني 3 اجهزه بدل جهاز واحد، وكل المواسير اللي فيه معموله من النحاس، دي من الحاجات اللي مكتوب عليه، ونو دريب تكنولوجي. التكنولوجي دي بتخليه ان هو يعيد تدوير الميه، يعني ما يبقاش فيه خارج ميه زي التكييفات العاديه. طبعا ايكو فريندلي، بيستخدم الفريون اللي هو ار 410 اي. انا في الحقيقه محتاج اجربه عشان اعرف هو ليه الناس في مصر مش بتجيبه. يعني هو فكرته حلوه جدا، واحد حصان وبيشتغل بدرجه حراره من اول 18 لغايه 30، فاقدر انا اشغله عن طريق الريموت. شايفين جواه هنا اهو كومبريسور، يعني يقدر ان هو يطلع فريون، بيطلع درجه حراره ساقعه. شايفين الهواء عامل ازاي؟ طبعا مش هتحسوا، بس هو هواء ساقع طالع من هنا، والكمبريسور لسه ما قامش شويه وهتلاقي الكمبريسور قايم. بصوا هواء ساقع اهو، اوكي. وفي مودز هنا اقدر اتحكم فيها وسوينج، اوكي. وفي سايلنس مود، واقدر هنا اغير ما بين دراي وفان. كمبريسور قام اهو، سامعين؟ هو مزعج شويه على فكره. كمبريسور قام، كمبريسور موجود في الحته دي، اوكي اهو. بصوا يا لهوي على درجه الحراره. اللي انا شايفها ميزه كويسه هي فكره ان احنا مش محتاجين نحط تكييف في كل اوضه. يعني لو حضرتك عندك 3 4 اوض في البيت، انت ممكن يبقى عندك تكييف من ده واحد بس وتقدر تنقله في المكان اللي انت قاعد فيه، لان هو زي التكييف العادي بالظبط. انا عندي تكييف في الاوضه 1.5 حصان. بصوا انا قررت الاسبوع الجاي كله اقفله واشتغل بس على الواحد حصان ده 12000 بي تي يو. وهو في ميزه حلوه او تكنولوجيا حلوه ان هو ما بينقطش ميه، يعني هو بياخد الميه وبيفابريت الميه، بيبخرها، بحيث ان ما يبقاش عندي اي مشكله من وجوده في البيت. الحاجه الوحيده اللي انت محتاج تعملها، بصوا كده، ان هو بيطلع الهواء السخن بقى. ما هو تكييف، تعالي من هنا، محتاج تركب هنا اهو. بصوا ده مخرج الهواء السخن، شايفين؟ وتطرد الهواء السخن بره. طبعا انا هنا طرده بره الباب، ولكن لو انت عندك شباك او عندك بلكونه او اي حاجه تقدر تحطه جنب البلكونه وتطلع الهواء السخن في البلكونه او في الشباك او اي مكان. ولو المكان ده دايم تقدر ان انت تفتح فتحه وتوصل الماسوره دي بحيث انها تخرج الهواء السخن اللي في الاوضه كله بره. واحد حصان ده يعني لو اوضه 3 في 3 على الرايق يقدر ان هو يغطيها. بيشتغل بالريموت، هو تكييف بالظبط. اوكي اقول لك ايه؟ تاتش. وتاتش، هي عايزه تقول ان هو تاتش. اوكي تاتش عادي اهو، وفي سنسور جوه، ولو درجه الحراره مثلا بصوا 25 هتلاقي الكمبريسور فصل. المده دراي، بيخلي الجو لو في رطوبه عاليه يقدر ان هو يقللها. وهنا بشغله مروحه عاديه خالص اهو، وكده قفلته، وكده التكييف تلعب بقى في درجه الحراره زي ما انت عايز، او عن طريق ايه؟ الريموت كنترول. جامد جدا. انا لحد دلوقتي مش مش لاقي حد يجاوبني على الاسئله. هو احنا ليه مش بنجيبه في مصر؟ يعني ليه مش متوفر كيف بورتابل بيشتغل بالفريون وتقدر تتحكم فيه عن طريق الريموت كنترول وتتحرك بيه في البيت كله؟ هي فكره حلوه، لازم يكون ليه عيوب انا مش عارفها، فانا هكتشف وهعمل لكم فيديو تاني بعد اسبوع من تجربه هذا التكييف، وهل قدر ان هو يخلي الاوضه بتاعتي ساقعه طول الاسبوع ولا لا، ونشوف الموضوع جامد ولا مش جامد. جامد ولا مش جامد؟